كوينز، يا رب تكونوا بخير. النهاردة أنا وياسمينة في البيت لوحدينا ونعمل اللي احنا كنا عايزينه من زمان. ماما سامحالنا بكده. الميعاد طبعا ان احنا نخرب البيت. المهم، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. نشوف اللي جوه. عيش ماشي. نعمل سندوتش كده. نحط فيه العيش كده توست. وقبل ما يسخن طبعا نجيب الجبنة. طبعا احنا لسه في بداية الصبح فلازم يعني افطر انا وياسمين. دلوقتي ده الفطار بتاع ياسمين. ترى السندوتش اتعمل وباين عليه طعمه هيبقى لذيذ. السندوتش طبق. نحطه في الكرسي اللي جنبي اللي هو الكرسي بتاعها اصلا. يا ترى اعمل ايه؟ انا عايزة استحمى. ماشي، اخد شاور احسن ما ماما تيجي تقولي ريحتك وحشة. هطلع الدور اللي فوق كده. في الحوض بتاعنا جاهز كده. خليه من المية كده فيه. ايه ده، المية قطعت؟ ماشي، هستحمى بعدين. كده كده سايباه مفتوح. لما المية تيجي هيتملي. دي طبعا أوضة الطفل. دي أوضة ماما وبابا. ودي أوضتي اللي غير مرتبة على رأي أختي. ودي أوضة أختي. معرفش بتقول معرفش بتقول على أوضتي ازاي إن هي مش مرتبة. دي أوضتها أنيل من أوضتي. مش مهم. أنا عارفة إن هي مخبية حلويات فوق. هاكل حلوية منها. مش هتعرف. لما أرجع لمكان ما أنا كنت قاعدة كده. كده أنا جهزت لها الأكل. في مكانه الصح، مكان ما هي بتقعد دايما. أنا أروح أجهز لنفسي أنا الأكل بقى. دي أحطها كده. جبنة. ناخد شريحة منها. صح، احنا ناخد الشريحة ازاي من غير ما نقطعها؟ طيب. اقعد برا كده اقطعها.
طلعت اهي حتة جبنة. نحطها في الحوض كده إلى جاهز. أكيد يس، بحبها مستوي أنا. ناخد الطبق تاني. طبعا هي تقولي اشمعنى انتي اللي اخدة عصير، هديلها اجيب لها حليب بالشوكولا. ده طبعا طعمه حلو قوي، وياسمينة طبعا بتحبه قوي. اهو، ولا نجيب لها ده احلى. بتحب الفراولة احلى. هفاجئها بقى بالمفاجأة اللي هي التحلية بتاعت بعد الفطار، اللي هي السناك دي. هتبقى خطيرة. اهي، بس عايزة بس تجهز شوية في الفرن. نجيب كده كده. دلوقتي عبال ما الفطيرة كده تجهز، وعبال ما ياسمينة تجوع، أروح أجهز طبقين الفطير. والفطيرة جهزت الحمد لله. بنعمل حاجة كده بس. مش محتاجين طبقين كده، في طبق بس كده. ما ننساش نقفل الفرن. وابتدى كده التحلية جهزت. هندي على ياسمينة. ياسمينة ياسمينة. نعم نعم، الأكل جاهز ولا ايه؟ الأكل جاهز، تعالي. حاضر. ياي الأكل اللي أنا بحبه، يا دي لطفك. كلي. الهنا والشفا. بسم الله. استني، التحلية متبقي من العصير شوية. ماشي، هبقي من العصير. تحلية بام بام برابام. يعني هي طلعت طعمها حلوة أوي أوي. ما توقعتش إن ماما كانت عاملة لنا فطيرة حلوة زي دي. نشوف. أجهز بقى أكل. أوه. ماشي، بطاطس مقلية في الزيت. ومعاها ايه يا ترى؟ ناخد معاها عادي بطاطس مقلية وسلطة. هحط كده. نجهز الأكل من دلوقتي عشان ياسمينة بتجوع بسرعة. كده كده كده. ده يعني مش ناوية تجهز البطاطس دي، مش طبخ. بلاش ناكل بطاطس. عشان ماما مش عايزانا ناكل بطاطس. حاجة بفكها يمكن. هنا برضه
فراولة. ناخد من الموز ده. طبعا بيبقى طعمه حلو أوي بس مينفعش الغدا. خيار إذا ناكل السلطة. وشايفين ترى ده الأكل اللي أنا جهزته، ياسمينة ساعدتني طبعا في تجهيزه. هحطه دلوقتي كده على السفرة علشان خلاص ده وقت الأكل بتاع الغدا. العصير طبعا دول معدوش ليهم لازمة في الغدا، هشيلهم من هنا كده وأحط أكل الغدا مكانه أهو كده كده. وده شكل السفرة، وده هنا هو الأكل اللي احنا هناخده النهاردة وهناكله. طبعا فراخ مع الرز ومعاهم جنبهم سلطة كمان، يعني حاجة أكل تحفة. نحط دول بقى في التلاجة كده اهمت. في حتة عايزة كده تترمى فهرميها. حطيت كده مكان العصيرين، رميت الحاجات دي. ده طبعا باب الشقة. وكده هو انا حاسة اني نسيت حاجة ولا ايه؟ المية غرقت الدنيا يا خرابي. كده ماما هتعمل فيا ايه يا ترى؟ يا نوري الدنيا المية، الدنيا المية يا حلاوة. للأسف الدش حتى راح عليا يا لهوي. آمين. أعمل إيه يا ترى هل ترى؟ يا بنات أنا جيت. إيه ده؟ هي الدنيا غرقانة كده ليه؟ والله ما أعرف يا ماما، ياسمين عملت حاجة فوق وما أعرفش إيه اللي حصل كده. أنا ما أعرفش إيه اللي حصل. هي ياسمينة بتعمل الحاجات من نفسها. هو انتي مش المفروض الكبيرة تمنعيها من كل حاجة؟ أنا آسفة يا ماما، آسفة. خلاص كده هضطر أسيع تاني. أنا كنت سيئة على فكرة. 2000 years later. للأسف يا ماما. وبكده يا كوينز الفيديو خلص. يا رب لو عجبكم برضو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت تكتبولي كومنت صغير تخلوني أكمل في قناتي. باي باي.